انت عمرك دخلت انترفيو مع بنت واعجبت بيها؟ يمكن انت قلبك واقع بقى. مفيش. لا ممكن تحصل لو فعلا الشخص اللي قدامي ده ممكن لا ممكن يبقى، بس لا ده اللي عادة همشي عليه. انا بقى وحش او يعني مش انا صح I'd حاجه صح say لا احنا بنبقى intimidating جدا في الانترفيوز. I don't think anyone likes the interviewer generally. ماشي يا جماعه، عاملين ايه الاخبار؟ الحمد لله. طيب احنا يعني انا مبسوط جدا ان قاعد معاكم النهارده، دي اول حاجه. تاني حاجه بحب اوجه بقى كلمه ان احنا النهارده قاعدين مع اتنين من الناس اللي ممكن مثلا يدمروا حلمك مثلا، ممكن مثلا يضيعوا منك فرص، ده انها wrong concept. ممكن يدوك فرص بس ياخدوها تاني عادي جدا. يعني بيوقفوا لك في كل حاجه، خازوق يعني اروح للاتش ار، تعالى من الاتش ار، هات من الاتش ار، خد من الاتش ار، فاهم الموضوع كده ايه يعني، شغل مرمطه يعني. فيعني انا اول حاجه محمد اسامه، يعني بقالي كتير قوي ما شفتكش حبيبي يا زلمه، يعني انا برضه مش من بعيد 10 سنين تقريبا يعني. فده بقى اللي انت بتقول علينا تعرفوا بعض كويس. يعني ايام الجامعه. اوكي، فانا عايز اسالك سؤال بقى. قول لي. محمد اسامه يا جدعان يعني قلبه كبير فعلا وابيض جدا وده وان اند اونلي يعني، بس الاتش ار بتحتاج الواحد يبقى عنده كده. لا الاتش ار بيحتاج حد واحد كده يبقى واثق من نفسه كده وشخصيه ويبقى يعني. انت ايه اللي دخلك اتش ار بقى؟ هقول لك. بص، هو كان اغلب عيلتي كانوا مع اغلبهم شغالين في الاتش ار، فكطفل يعني غالبا والدتي بنسبه كبيره والدتي. ف كنت بشوفها كتير بتتسهل في الاتش ار والتاسكس اللي فيها وكده. طب هسألك سؤال، انا مش عايز اقطعك يعني، بس والدتك طف ولا حد عادي فليكسبل قوي كده مع؟ هي فليكسبل في الشغل بس هي اللي هو شغل فاهم قصدي؟ بس بره الشغل لا عادي فليكسبل. وانت بقى؟ المفروض لما كنت تشوف اللي هي بيحصل فيها يعني من كميه تاسكس وتقعد تشتغل لحد الساعه 9 10 11 بالليل والكلام ده، طبعا كطفل يعني اقول ايه القرف ده، مش عايز اطلع زيه. بس غالبا طفل صعب شويه فطلعت زيه. نايس، حلو. يعني ده كان بالنسبه لك حاجه انت كنت مستنيها بس كده هتعدي عليك، كنت عارف انك هتعدي عليها. يعني ايفنشلي حتى لما دخلت الكليه دخلت كليه ترجمه ولغه عادي خالص. لقيت فيها قسم اتش ار، بس دخلت قسم. وحبيت الاتش ار؟ لحد دلوقتي بتعمل انترفيوز؟ بعمل انترفيوز. ماشي، هسألك ارجع لك لسؤال تاني. ماشي. ارجع بس السؤال برضو نسألها سؤال. اوكي. تقولي لي بالك 10 سنين. يس 10 سنين. تعرف ان انا لاحظت حاجه دلوقتي؟ ايوه، لاحظت ان هي باين عليها ان هي اتش ار جدا وانت مش باين عليك ليه انا شايفه عشان انت بقالك انت شايفه اتش ار ليه؟ طيب I don't know, I feel like يعني انا ممكن اكون شفت الهالو افكت مثلا. انت يمكن عشان عارفه عليك انت علي عشان مش عارفني. يس يعني هالو افكت باين كده. انت طبعا انت عارفه الهالو افكت انه يبقى هي تفهمك اتش ار يعني، انه يبقى بره كتير قوي واللي جوه يعني بيبان عليك، يبقى فيه يعني بان قوي عليك حاجه ممكن تكون من جوه مش حقيقيه. ثانك يو سو ماتش. لسه جايين في الحته بس اللي مش حقيقيه. لا هي انت يو لوك اتش ار، ما تسمع لهمش. هو دي مش ميزه. اوكي اي جات ما انا لسه طيب كون انت باين عليك ان انت اتش ار جدا، فلسه كنت بقول لك بقى ان المشكله ان من جوه العكس بقى. hopefully ميرسي. طب ايه اللي انت شايفاه مثلا، ايه اللي ممكن يكون في الشغل وبره الشغل؟ يعني انت شايفه الشغل حاجه، انت بالنسبه لك في الحياه لا دي مش انا اصلا. شكرا، تسلم ايدك. ميرسي يا الله. عملوا لي سمايلي فيس. ما اعرفش ان انا اتش ار. ممكن الحاجات اللي مش common انه يعني في اوقات معينه بنبقى tough فيها، بنضطر ان احنا نبقى straight forward قوي. اكيد. انا مش كده قوي في الحياه، انا بخاف على شعور الناس جدا يعني، وفي الشغل كمان. بس يعني لو انا لوحدي اللي هقرر
هعمل كده بس بطريقه نايس اكتر بكتير. هتستخدمي يعني الايموشنز بتاعتك هبقى نفسي 90%؟ يعني هبقى نفسي يعني، طب هبقى انت كارينج. لو جينا مثلا اخترنا ما بين، انت يعني بتبقي في صف البنات اكتر ولا الولاد؟ ايه ده؟ لا مفيش الكلام feminist ده. يعني؟ لا مفيش، عادي كلهم يعني، في بالنسبه balance لي بين بني الاتنين. ادمين. انا مع الشخص حلو. الكويس انت طبعا يعني. مع البنات. لا لا ما يعني هو ابليكانت او كانديديت ايا كان هو طب انا هسألك gender سؤال يعني. بس هجاوبني بصراحه. اكيد. دلوقتي انت قاعد في اوضه في الروم بتاع الانترفيو، ماشي. واللي داخل عليك واحده عادي داخل تعمل انترفيو، ايه اول حاجه هتشوفها؟ اول حاجه هتبص عليها مثلا؟ اول حاجه ابص عليها اول حاجه واحده انا بكلمك واحده عادي بنت جايه تعمل انترفيو، يعني اول حاجه تبص عليها ايه؟ هتسلم ازاي؟ ايه هتسلم ازاي؟ اول حاجه لا اول حاجه اول ما تشوف الشخص داخل من الباب كده ايوه هتسلم ازاي؟ هتسلم ازاي؟ لو ازاي طيب؟ يعني مثلا في هقول لك بس حصلت معايا في لا ما بص انت يعني راجل بيتكلم حاجات فيها سايكولوجي. حصلت معايا مثلا ان هو انا قاعد في الروم، هي المفروض وقتها جه فقلت لها اتفضلي وبتاع، قالت لي شكرا، دخلت فتحت بقها سحبت كرسي قعدت بتبص كده نيجاتيف على طول. في مثلا بيخش هو ايه الاخبار مش عارف ايه بس بتحاول اللي هي تكسر يعني الايس بريك. بالظبط. طيب وانت لو حد زي كده عمل الموضوع ده مثلا ما سلمش وسحب كرسي وبتاع، انت بتعمل ايه ساعتها؟ يعني بفضل باصص له شويه وبعد كده اقول له ايه الاخبار عامل ايه. هل كده هو واقع من نظرك شويه؟ ما اقدرش اقول وقع من نظري عشان انا يعني مش متداخله برضه قوي يعني. طب لو يعني وهي قاعده معاك في الانترفيو كده مثلا، نقدر نقول مثلا عملت لك اي كونتاكت كده، انت تعتبر ده ايه يعني؟ انت هتحس بايه ساعتها؟ ايه اللي هيحصل معاك؟ ان هي مركزه معايا بس يعني ده السبب يعني؟ دي الحاجه الوحيده اللي انت هتترجمها. طب افرض هو مش كده يعني، هتعتبره كده عشان تخلص الانترفيو ولا؟ هو غالبا يعني اللي بيبقى مركز معاك او اللي بيبقى انترست قوي او اللي هو بيقعد يقرا ازاي يعدي الانترفيو 1 1 والكلام ده كله هتلاقيه دايما باصص في عينك. يعني نقدر نقول ان هي سيلف كونفيدنس مثلا مش ان هو ممكن مثلا يكون في حاجه ثانيه. لا صراحه حصل معاك حاجه زي كده؟ اصلا بحس الموضوع بيكون اوكر هو واحد بس بتحصل بس هو لازم لان انا هبقى باصص له مثلا. eye contact is important. طيب eye contact is something يعني you show interest في الشخص اللي قدامك، بتبين له ان انت مهتم بيه، سامعه كويس. مش بالشغل. لا بيا انا ده مش وارد. انت عمرك دخلت انترفيو مع بنت واعجبت بيها؟ يمكن انت قلبك واقع بقى. مفيش. لا ممكن تحصل لو فعلا الشخص اللي قدامي ده ممكن لا ممكن يبقى بس لا ده اللي همشي عليه. انا بقى وحش او يعني مش انا حاجه صح. لا احنا بنبقى intimidating جدا في الانترفيوز. I don't think anyone likes the interviewer generally. يعني انا بس يعني في انا من الناس اللي بحب الانترفيوز شويه، مش بحب الانترفيوز عشان اللي هو it's a skill to build يعني هي في الاخر الانترفيوز دي براكتس وحاجه بتعلمك. يعني طبعا انا بتكلم على الانترفيور. يعني انا كموظفه رايحه اقدم على شغل، انا سهير مظبوط، عمري في حياتي ما عجبت بانترفيور مهما كان شكله ايه. يعني هو مش في الكاتيجوري دي ان حد قدامك هو اللي عمل كده. ما عشان كده انا بقول لك فايس فيرسا كمان، إن العكس صحيح. ان عمري ما عملت انترفيو مع حد وبص لي بالنظره دي لان هو قلقان. هعمل ايه يعني؟ هيعمل ايه هو؟ لو هو عمل اي كونتاكت مثلا وانت حسيتي ان في حاجه غلط، او ده مش الاي كونتاكت بتاع ان هو مركز او ان هو في سيلف I'll ask him في حاجه، في مشكله، في حاجه غلط. هتقولي له كده لو حسيت ان هي awkward. بس عمرها ما هتبقى اي كونتاكت بس اللي هتخليني احس ان الموضوع مش اي كونتاكت بس. نفرض يعني انا بسالك على كيس ممكن تكون حصلت وممكن ممكن تحصل ما حصلتش. لا طبعا. لو حصلت هتسيب الانترفيو تقومي تمشي ولا بتحاول تعرفي؟ هشوف في ايه وانا صغيره ما هشوف اكيد. ما ماشي، ما ده على فكره في ناس، في حد ممكن حتى لو كبير ممكن يسيب الانترفيو وخلاص يتوتر من حاجه زي كده. الانترفيور يسيب الانترفيو ليه؟ هو اللي عامل الانترفيو. ما هو بقى اللي قدامه ده يعني ده لوحده، ما هي بنت بقى فخايفه ومكسوفه. مفيش الكلام ده، انت فاهم غلط خالص. ملهاش علاقه بالكسوف، هي ليها علاقه اكتر بالشخصيه. انت طالما اشتغلت الشغلانه دي هيعدي عليك جميع اصناف الناس. انت انت الايموشنز بتاعتك بتبقى ده شخصيا ده انا. وبعدين الايموشنز ملهاش علاقه باللي انت بتتكلم فيه ده. انا بتكلم ان انا كارينج بيرسون يعني. ما هو الشخص اللي قدامك ده يعني يحسسك يعني بيحاول يوصل لك حاجه. لا مش النوع ده من الكارينج. اي كير فور بي يعني اي كير فور، مش هقول يو طبعا. اي كير فور بوب مثلا. اي كير فور ماي فريند. انا قلقانه منك to be honest. but I do care about my friends وماي family وكده. فانا caring person generally. مش فبره الشغل، في الشغل حاجه وفي البيت حاجه. لا انا caring كمان في الشغل، بس لازم يكون في boundaries. بس لا انا قصدي لازم يكون في كونك اتش ار اثر على حياتك بره ولا ما اثرش؟
اثر على في البيت شكلي مثلا في مع لا أصحابك؟ بيتي لا، هم يعني انا بروح اعيط لهم فهم فاهمين ان انا فهم لسه غلبانه. بالظبط لا تقول لك مش إن ميري بياخد- اهلي وكده لا، بس الناس صحابي الناس اللي بشتغل معاهم دايما شايفين ان انا ام سيريس شويه، في- اللي هو انت اتش ار، كل ما يجوا يتكلموا عن صح؟ حاجه ما انت اتش ما هو ده كده ار اثر عليك على فكره. كده. لا ام جود ام فاين يعني لا انت اهم بتضايقش. حاجه انا بالظبط اهم حاجه انت بالنسبه لك تكوني كويسه. انا خلاص انا مقتنع باللي انا بعمله، انا not بس doing يعني انا مش بعمل اي 10 سنين حاجه مش على طول. تضر حد. مهم. يعني طب انت بتضري حد ساعات برضه عادي؟ هو دي بقى المسكونسبشنز اللي احنا بنتكلم عليها. اه القرارات مش في ايد الاتش ار، وممكن اسامه ما يكونفيرم هو القرارات القرارات مش في ايد بس الاتش هو ار. بينقل اول امبريشن. هو ميدييتور، دي شغلانته طيب زي المحامي، حلو فدي ماشي. شغلانته. هو بيوصل راي اللي تحت اللي فوق، وبياخد رد اللي فوق يوصله اللي تحت بالطريقه اللي تناسبه. طب هو بيعرف بس يتكلم التونة. نيجي عند بوينت وانت تقول لي بوينت دي صح ولا مش صح، وانت نفس الكلام تقولي لي برضه. قول. شور. دلوقتي انا قدمت على جوب اوفر ماشي. وجالي اوفر. اوكي. انا المفروض الاوفر ده بتاعي مثلا 20,000 مثلا 20,000 مثلا. اوكي. حلو. وانا المفروض ان انا طالب ان الاوفر بتاعي يبقى اعلى من كده مثلا، او انا طالب ان 20 يعني حاجه زي اللي هو انتوا بتنزلوا المرتب شويه كاتش ار، المرتب بينزل شويه. الفرق ده بقى يروح فين؟ اقول لك بص في ناس بتفتكر ان هو الفرق ده، بس هو مبدئيا بتبقى الحسبه ازاي. هو مثلا بيبقى كل شخص مثلا جاي طبعا بياخد سالري على حسب اليرز اوف اكسبيرينس. ماشي. فعلى حسب اليرز دي بيبقى مثلا المانجر بتاعي مديني بادجت مثلا للسالري للشخص ده. بس لو نزلتها شويه، لو نزلتها في هتاخد مانجرز مش هاخد الفرق. كومن مسكونسبشن والله. يعني مش هتاخد فرق. لا ياخد الفرق. يعني لو عرفت ما انتوا كده كده اصلا الاتش ار ده شغال مع الشركه. انت اتكلمت مع مين قبل؟ انا ما اتكلمتش مع حد. دي المشكله تقريبا. انا اتش ار كل الافكار اللي الاتش عندك ار غلط. يعني يعتبر مثلا دراع اليمين للشركه. يعني ممكن هو نقول 90% بيزنس من بارتنر، هو مسؤول هو مش عن دراع، هو الناس اللي شغاله. لا هو مسؤول عن تروس. الشركه اكتر من الناس. ده مسكونسبشن. في ايز على الموضوع ده ان هو مثلا بيبقى في ايز ان هو ينزل عن لا لا في بادجت موجوده في العادي. لو حد جه طلب اقل منها، يعني انا مثلا حاطه زي ما هو قال 20k للبوزيشن، جه حد قال قلت له ايه الاكسبكتيشنز بتاعتك؟ قال لي 15. في حل من اتنين، يديله ال 15 واسيب له البراح ده يتحرك فيه لما يكبر شويه في الشغل، لما اتاكد ان هو كويس فعندي براح ان انا اعليه في اي وقت. يا اما هقول له لا انا البادجت بتاعتي 20 بس دي الريسبونسبيلتيز اللي عليك، مش هقلل منها حاجه، يو هاف تو دو ات زي ما هي وهديلك اكتر. ودي شركات اللي بتعمله دلوقتي، ان ده ترند انك انت بتحاول تدي للناس اكتر. فهي الكي بي ايز مش ان انا اجيب الناس تحت اللي انا البادجت بتاعتي، المهم ان انا اجيب حد كويس بكوست كويسه بسالري كويس. انت من نوع الاتش ار اللي بيتنطط في الشركه كده ويفضل يروح جاي رايح جاي والكلام ده؟ لا قاعد في مكانك كده لا ببقى قاعد في مكاني. تمسك التليفون وما حد يجي عليك. مش فاضي. انت سبورتيف في الشغل صح؟ بجري يعني طيب جرديهم ورقهم تعالى خد حاجتك كده. ليكي لازمه يعني. ليه لازمه طبعا. شغالين ليه؟ ليكي لازمه يعني لازمه اللي هي لازمه نقولها كتير يعني حاجه بتقوليها مثلا. عندي لازمه يعني يعني حاجه بتقوليها مثلا اللي هو فاهمني الحاجات دي. مش مفكرتش قبل كده. يعني انت خدت بالك ان انا عندي لازمه او دلوقتي لا يعني، بس انا بسالك يمكن عشان الاتش ار دايما لما بيعمل انترفيوز بتلاقيه بيكرر اسئله كتير، فممكن ممكن اقول مثلا does that make sense مثلا كتير يعني في اخر كلامي. يعني في معظم الكلام عشان القط انتباهه يعني بقول له did you get that مثلا. هو نفس فنفس الحاجه. طيب هقول لي كيس او يعني قول لي انترفيو كان اغرب انترفيو مثلا قابلته في حياتك قبل كده. اغرب انترفيو قابلته في حياتي ماشي. ده كان حصل من قريب يعني من اسبوعين مثلا. كان انترفيو مع بنت كان لسه فريش جرادويت لسه عندهاش اي اكسبيرينس، وكان الشغل مش بيريكواير اكسبيرينس قوي يعني. فهي دخلت فتحت الباب سحبت كرسي قعدت قالت لي قاعده بره بقى لي حبه عامه. فعشان يعني برضه انا ببقى عايز ان انا اللي قدامي ده ما يبقاش متوتر عشان اطلع احسن ما فيه.
لان هو لو متوتر مش هيطلع احسن حاجه عنده، هيبقى هو قاعد متوتر ومتنشن. هل انت مش هيبقى على طبيعته. بتستغل البوينت دي ان هو يبقى متوتر؟ ان انت يعني عايز توتره او مش عايز توتره؟ لا بالعكس، انا مش عايز اوتره. طب بتعرف تعمل كده؟ بعرف اعمل كده. بتعرف توتر الشخص اللي قدامك؟ بعرف اوتر الشخص اللي قدامي. بس يعني معظم الوقت اللي بيخش ويشوفني انا قاعد عامل كده وبتاع بيبقى متوتر اصلا. عشان الطول ولا عشان يعني غالبا. احطكم من حته الاتش ار دي واحطكم مثلا في ديت مثلا. ديت؟ ماشي. قعدت في ديت مع واحده. ماشي. محمد اسامه اللي هيبقى قاعد ولا اتش ار هيبقى قاعد؟ لا محمد اسامه. ليه هبقى قاعد؟ على فكره ده غصب عنك. ليه؟ انت هيبقى محمد اسامه الاتش ار قاعد ولا محمد اسامه؟ لا محمد اسامه. انا يعني بخرج الساعه بتيجي 7 انا. لا ما انا هقول لك على حاجه دلوقتي. انا عشان ابقى اتش ار لازم اكون حد اناليتيكال قوي، حد بركز في تفاصيل، بلاحظ الحاجات بسرعه، يعني باخد بالي من البادي لانجوج بتاعت الشخص اللي قدامي، بحدد على اساسها حاجات. فانا متعود على كده كل يوم. بس متعود انك مع واحده ما تقنعنيش انك هتعرف تفصل وهتركز في كل التفاصيل دي. ما هو انت من ضمن الحاجات الكواليفيكيشنز اللي هي بتاعت الاتش ار اللي انت قلتها لازم مش ماشي بس صوت معايا لازم تفصل. يعني مثلا تبقى انت هتبقى قاعد في ديت عايز تلذذ الدنيا، تاكل، مش عارف تضحك، تتكلم، هكذا. مش تبقى عايز تعمل لها انترفيو تقول لها انت تدوس يور سيلف. مش بتكلم انتروديوس يور سيلف، مش بتكلم على حته مش بدايه، مش عايزك تبدا انتروديوس يور سيلف، بس هي وهي بتتكلم كده وهي بتتحرك وبتاع انت بتبدا تركز في الحاجات دي كلها. انت شايفها بعين الاتش ار ولا بعين محمد؟ يعني انت بتحدد على اساس كده ان انت خلاص يعني الحاجات الصغيره اللي هي بيلقطها الاتش ارز استفدت يعني من شغلك عموما. يعني ممكن اشوف الحاجات دي بعين الاتش ار. بس هي يعني مع طبيعه شغلي او مع السنين الحاجات دي بتطبع فيا يعني. في المطلق مثلا بركز في الحاجات دي. ليه طيب يا سهير ايه الويكنس بوينت بتاعتي انا؟ اعتبر ان انا الاتش ار بقى شويه. تبكي ازاي ده؟ ايوه سيبة قلبي. يعني مش ممكن بتحافظي على سمعه الموظفين بتوعك؟ بتحافظ على سمعه الموظفين بتوعك؟ اكيد طبعا. عشان حصل معايا موقف قبل كده، مش معايا انا بس حصل موقف قدامي فعلا. انا يعني انا معتمد ان كله كده عامه. اوكي. ايه اللي حصل؟ مش لازم احكي التفاصيل، مش معايا انا بس. يعني في حد كده اللي هو يخلص الانترفيو يروح بقى يحكي الانترفيو بقى. لا نيفر. بص هي الفكره مش ان انت تحكي. اشوف الفيديو ده كده. انا عارفه. مش قصدي ان احنا ممكن تحكي عادي عن انترفيو حصل، بس ولا بتقول مين اللي كان في الانترفيو، ولا بتقول حاجه معيبه ولا حاجه مشينه ولا بتهزر عليه ولا. في حد قبل كده روحتي البيت قلتي انا كان معايا حد في الانترفيو النهارده 1 2 3 بقى؟ كان في واحد حزين قوي. كان حزين جدا طول الانترفيو، والله كان حزين جدا. يعني هو دخل اصلا انا سالته are you okay are you ready for this interview، داخل بقى عارف اللي هو عامل كده وازيك الحمد لله عامل ايه كويس الحمد لله introduce yourself اسمي كذا وعامل كذا وبعمل كذا. فانا قلت له are you okay، قال لي بس اتعودت على الانترفيوز فخلاص ما بقتش بديلها اهميه. فرحت حكيت لاولادي طبعا، حكيت لهم كل حاجه. نرفدك انت ولا نرفد حسن؟ لا نرفد حسن. انا هرفدك حازم. هي مش مهتمه هترفدك. انا لازم اترفد هرفدك بقول لك غلط. ام سو سوري. لو سمحتوا انا بقول له من الصبح حسن. انا ايوه انا حبيت حسن. ام سوري يا حازم. هو يدي حسن برضه. يلا ممكن بشكل ايموشنال مره وبشكل ان هو واحد مثلا عمل حاجه اخلاقيه سيئه. مش هقول لك حاجه. بص هو الاتش ار متقسم فانكشنز عشان هو في المطلق الناس ما عندهاش نوليدج كافي عن الاتش ار، فبالنسبه له بيتعامل معاهم ايا كان هو ايه اتش ار. ممكن يبقى فاينانس عادي بيدي مرتبات، هو انت اتش ار. فهي بزنس بارتنر، هي اللي بترفع، انا بكسب. هو ريكروتر. انت انا ريكروتر، انا مش برفد بس انا ممكن ارجعك. تقول لك ارفده. لا ما بنرفدش. بص هو انا ممكن يعني انا بجيب الكانديد. هم بيتضايقوا لما الناس بتترفد لان ده شغلهم. عشان هو هيبان قدام. ايوه لا مش بس هيبان، ده شغلهم. هو هيباك فيل، هيجيب حد مكانه. ده شغله. فده انا فتحت عليه فتحه بقى. لو الشخص ده مهم عيد من الاول بقى كل حاجه. عشان كده دلوقتي تقول لك جاوب انت يعني. انا قلت دلوقتي. لا فانا ما برفدش حد، ممكن ارجكت حد في الاول او اكسبته. بس هو بقى بيركزوا مع قرارك في الشغل.
اكيد يعني هو اول مش انترفيو بقى معايا كواليفايد، مش يقول لك لا هنعمل واحد تاني خلاص خليك انت. ممكن اقول للشخص ده كواليفايد وهم يعترضوا عادي. طب بس انا بيبقى ليا استخدمت قبل كده او استخدمتي قبل كده مهنه الاتش ار في مصلحه شخصيه بامانه؟ مصلحه حاجة شخص شخصيه شغال ما بتفيدش في حاجه. لا يعني احنا مصلحه مش شخصيه اللي هو ضباط. قال لي سهير انا ابني جاي النهارده جوه صاحبتي لا. مثلا الله انا سهير انا صاحبك لا الدنيا لا لا ماشية لا, الدنيا. لا انا استخدمت انا عندي بيجي جالك بلد والله يا عمري كنت والله يا كان عمري كسرتي ناس كتير قوي. في حد سالك هقول لكم بأمانة، في حد ممكن أكيد سألك صح؟ عندي حد ايه سالك قبل كده في الموضوع ده ان انا عندي ان انت لا تريكومند حد طلب طبعا قلت له لا او مش يعني بقول لا دايركت بصراحه قلت له ماشي ودخلت له لا في- برضو مش كده يعني بقول هشوف لانه اجان برضو انا لما بيحصل حاجه زي مش كده بدخل ممكن اوصل يعني ان في حد عايز يشتغل ابعت لكم السي في بتاعه فبعمل البارت ده كواليفايد فعلا هم بقى يقرروا يعني الريكروترز هم اللي يقرروا ده فانا باخد الريفير اللي جاي لي ده اروح بيه للريكروتمنت واقول لهم اتصرفوا فيه وقبله. انا بقى بقول له هو ان انا خلاص وديت السي في بتاعك للريكروتمنت وهم هيشوفوا ويكلموك لو في حاجه مناسبه لكن ما بقولش لا لانه انا ممكن اكون سبب في ان هو يشتغل وعمري ما بدخل حد على اسمي لان انا عملت كده مره انا شغلت اختي معايا قبل كده كنا بنتخانق جوه المكتب وبنشتم بعض فجي مره مديرنا احنا الاثنين بقى قال لنا لا ثانيه واحده ثانيه واحده فعلا والله ثانيه واحده مش هينفع كده خلاص وشوفوا بقى هتتصرفوا ازاي it didn't work well يعني لما عملتها فحسيت ان هي مسؤوليه كبيره عليا وانا في مكان كريتيكال فبطلت فما بقيتش بعمل كده خالص. بس الناس بتبقى فاكره ان احنا عارف الغفير اللي قاعد على باب العماره اللي هو سمعت تقول لي بس اللي هو فين الفيدباك الساعه 2 بالليل شغلنا صح. انا عملت ايه النهارده يكلمك في اي وقت مثلا مش عارف بقول لك ايه انا هركب باص الشركه منين اللي هو انت خلاص ما انت ده واحد كلمته تفضل بقى صاحبه في بالظبط هو بيعتبره كده فلما انت ما تردش عليه يبقى انت متجاهل ازاي بتوقفه كده عند حدوده يعني ما بردش عليه بس تعرف تكون يعني ممكن السؤال ده برضه اساله السؤال الاول وبعد كده اساله لك ماشي تعرفي تكوني دايركت مع الشخص فيس تو فيس كده اللي هو تقولي له كل حاجه دايركت ولا ما بتعرفيش لازم انت شايف ايه؟ انا شايف ان انت تعرفي تعملي كده يس اكيد تعرفي تعملي كده ما انا ليه بسال عشان انت قلتي لي ان في جزء تاني كده اللي هو انساني يعني اللي هو انا ممكن اللي قدامي ده ما اعرفش اقول له دايركت مثلا انت بتكرهي الشخص اللي قدامك ده مثلا تروح تقولي له مثلا بكرهه مش هقول مش تقول بكرهه بس اللي هو انا مش قابل عندي عليه كومنتس اكيد في صالحه ان انا اقولها له في طريقه بقى كويسه تقولها له بيها لكن اكرهه هو مش محتاج يعرف ان انا بكرهه مش هتفيده في حاجه يعني فمش هقول عادي مش هقول ان انا بكرهه بس لو عندي حاجه عايزه اقولها له او محتاجه اقولها له للشغل او كده ايا كانت هي ايه هعرف بتفهمي في البادي لانجوج يعني على قدي شويه لان هي بقت تريكي بصراحه ليه بقى بص القعده دي كده حاسه انك إنهم- هتقوم تتخانق معايا بس انت قاعد عادي ما هي بالظبط هي العادة انا بغير قعدتي عمال اعمل كده كل شفت شوية. بقى؟ مش ولا حاجة. فانت بتستخدم البادي لانجوج بتاعتك في الشغل شويه يعني اللي هو انت بتقرر على اساسها في حاجات بتبان فعلا لقيت ان في حاجات صح يعني بيبان الشخص متوتر او لا بس ما بأسسش على حاجه تانية يعني بقى رفع عمل كده لا عادي ده يعني. بالنسبه لك بيفرق في حاجه لا مش بتبص على الحاجات دي خالص مش قوي ده الابراج بتفرق انا يعني كده شويه يعني بتفهمي شويه في الابراج بحاول اركز يعني بحاول اشوف ايه الكومن ثينكس ما بين الناس يعني لسه في الموضوع ماشيه فيه للاسف صح انت ايه اوحش برج بالنسبه لك ما عنديش برج اوحش برج لو شفت اسامه برج قدامك على في الانترفيو شفت البرج هتكسر البرج هتلاقي البرج اللي قدامك لو قاعد على الترابيزه عندك كده وانت قاعد قدامه ممكن خلاص تريجكت من اول ما فهمش الابراج قوي بصراحه برافو برافو انا فهمت الابراج والله بس في ناس وانا ما بستخدمهاش في الشغل ممفيش حاجه اسمها لو حد دخل لك في الانترفيو لا ممكن ابدا بيها اللي هو يعني عادي زي هاي ازيك برج ايه الاسد مش هاخدك لا انا مش هقول انت برج ايه بس انا عارف ابراج او انا ممكن ابقى فاهم في الابراج فحاسس اللي قدامي ده شخص ابدا ابني وعلى اساس ممكن طب ما انا ممكن مثلا هو يكون مثلا شايف يقول له ايه ده انت مثلا شخصيتك مش عارف ايه انت عقرب يقول له انا حوت انا كنت حاسس ان لا انترفيور
وحش. الميكس بتاعتي انا كان كنت حاسس انك حب. لا يعني انا انبسطت جدا وانا قاعد معاكم النهارده. وانا والله. للاسف الموضوع بقى مفيد قوي. الموضوع بقى مفيد للاسف. فيعني يعني انا يعني حابب طبعا اصلح للناس المفاهيم اللي هي كانت فاهماها عن الاتش ار. هم يعني هم سيئين بس مش اللي هو الموضوع مش كلنا فاكرينها، ومش كلهم طبعا. يعني قدامنا محمد اسامه المثال الطيب، سهير المثال اللي ما شاء الله يعني حد مدير. فيعني ان شاء الله كده اشوفكم قريب كده في الشغل المرمطه اللي احنا فيه ده. ايه حاجه حاجه بس انترفيو في الاول مثلا. كل ده قالوه ويقولوا حاجه تانية. انا ممكن اقول برو تيب للريكروترز. ليه؟ ممكن اقول برو تيب للريكروترز الاتش ار. يعني قول لي ده وده. هقول لك هقول ممكن ده وده. للريكروترز عشان دي حاجه انا برضو بعاني منها لما اجي بفكر الناس بالشغل اللي انا فيه ولا في حاجه ثانيه يعني. ديليفر الفيدباك. ما ينفعش انت تجيب شخص من بيته في انترفيو واثنين وثلاثه واربعه بالظبط واقعد والبس وكرافته واعدل ومش عارف ايه، وفي الاخر اقول له لو انا ما اتصلتش بيك في خلال اسبوعين اعرف ان انت اركن. يعني لازم ندي فيدباك، لان هو طالما الشخص عمل معاك مجهود لازم انت تعمل على الاقل ابسط مجهود وتبعت له سواء ايميل يعني. صح صح. للانترفيو للكانديديتس مش عارف. اسمع الفيدباك. هو اصلا مش بيركز معاك. يعني خد بقى الفيدباك. اعتقد اكتر حاجه هي حته ان هو يبقى متوتر، اللي هو يبقى داخل في علاقه. طب ازاي ما يبقاش متوتر؟ ممكن اقول حاجه زي دي، ان هو فعلا انت بتبقى جاي الريكروتر بيبقى شخص زيه زيك، هو عايز يتعرف عليك اكتر من انت عايز تعرف السالري كام اصلا. فهو بيبقى جاي عايز يتكلم معاك، عايز يعرف انت ايه دنيتك النهارده، عامل ايه، شغلك اللي فات عملت فيه ايه. فملاش لازمه حته التوتر، لان هو بيبقى في الاغلب فريندلي تشيت شات ايا كان شكله عامل ازاي، حتى لو شبه يعني. ما تقلقش يعني. قول لنا حاجه سهير كده للكانديديتس. للناس بشكل عام، الناس اللي شغاله وكده ممكن داخلين انترفيو او حاجه. يعني نسمع اكتر ما نتكلم. حلو. ده مهم قوي. حلو. ونسمع عشان نفهم مش عشان نرد. حلو جميل. ده كي لاي حاجه في الدنيا، انك تفهم اللي بيتقال. هو كل حاجه بتتحل لوحدها. ما مثلا بيتقال يقول فويس اوت كده يقول مش عاجبني اللي بسمعه وشايف كذا 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 احسن، ونتناقش ونوصل لحاجه. حلو. بس يوصل اللي هو عايزه. هسيبه اكيد. ولا انا برضه همسكه كده واحطه في الحته اللي انا عايزه اقولها. ما هو لو انا واثق من اللي انا بقوله وعندي كل الكلو وكل الافيدنس ان هو صح، خلاص انا متجه في الاتجاه ده وعندي كل البروفس، هعرف اعمل الحجه واقول يعني لازم يكون في طبعا. بس في الاخر هو الشخص لما بشكل عام انا وانت كلنا لما بنسمع اكتر ما نتكلم، وبنسمع بهدف ان احنا نفهم كل الشكل بتاع الحاجه اللي احنا بنقولها بيختلف، وردي بيختلف، والموقف بيختلف. يعني الموضوع كله فالسمع مهم جدا. الاكتيف ليسننج مهم جدا. اسمع وانزل اشتغل ايه.